وصفة النهاردة أسهل وصفة ممكن أي حد يجربها. كشري مصري فظيع بس في حلة واحدة، من غير بقى حلل وكراكيب كتير وهدة. هي حلة واحدة و10 دقايق بس تعملي أحلى كشري مصري من أحلى محل فيك يا مصر. تعالي بقى بسرعة كده أقولك الكشري المصري الفظيع ده اللي كل رزاية مخصمة التانية زي ما بيقولوا، مفلفل وفظيع أحلى من بتاع المحلات، تعمليه ازاي في 10 دقايق بس. تعالي أقولك بسرعة. أول حاجة أنا عاملة الوصفة دي لفردين بس، تقدري طبعا تزودي الكمية وتضاعفيها مرة واتنين براحتك. حطيت نص كوباية عدس بجبة، وهنزل فوقها بمية سخنة مغلية كويس جدا، بحيث المية المغلية تكون مغطية العدس بجبة. بس كده هقوم بقى مغطية الطبق الحلو ده بطبق عندك، وتسيبيه كده في جنب لحد ما نعمل الخطوة اللي بعدها. يعني أنا هغطي كده واسيبه في جنب، واسيبه بقى لحد ما نعمل الخطوة اللي بعد كده وبعدين أرجع له تاني. نيجي بقى لخطوة البصل. عندك بصل أبيض عندك بصل أحمر استخدميه. أنا كان عندي أبيض استخدمته، قشرته ونضفته كويس جدا، وهبدأ إن أنا أقطعه. عايزة تقطعيه بالسكينة قطعيه، عايزة تقطعيه بقطعة عندك زي دي كده براحتك. أنا بحب أقطعه بدي، وبتاع الكشري المصري بالذات بحب أقطعه بدي عشان بيطلع كل سمك واحد وبيطلع مقرمش يعني بيفضل لأطول فترة ممكنة مقرمش. هقطعه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، طالع كله سمك واحد وحلو جدا. هاجيب بقى معلقة كبيرة من النشا وهحطها عليه وادعكهم كده في بعض او اقلبهم، اقلب البصل مع النشا كويس جدا، وبعدين هنزل بيه في زيت غزير. ليه لازم يكون الزيت غزير؟ لان الزيت ده هناخده نعمل بيه الكشري ونعمل بيه الدقة ونعمل بيه الصلصة وهنعمل بيه حاجات كتير، فلازم يكون زيت غزير اولا عشان يطلع مقرمش، ثانيا عشان الزيت ده هنستخدمه في حاجات كتير بعد كده. الزيت طبعًا سُخن جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا زي ما أنتم شايفين، لازم الزيت يكون سُخن جدًا، وننزل فيه بالبصل. مش هنملأ الطاسة أوي خلاص، لإن إحنا لو إحنا ملينا الطاسة أوي هتلاقي إن في حاجات اتحرقت وفي حاجات واخدة لون فاتح. زي ما أنتم شايفين ده البصل بعد ما أنا خلّصته مقرمش، وطبعًا كان في كده شوية غماق سِنّة بسيطة منّي، بس طبعًا طعمهم كان حلو جدًا، ما فيش أي مشكلة فيهم، هُم ما اتحرقوش، هُم خدوا لون زيادة سِنّة. ده طبعًا البصل مقرمش، طبعًا الفيديو موضّح قد إيه هو مقرمش، وعايزة أقول لكم فاض شوية عينتوا لتاني يوم برضه فضل مقرمش. تعالوا بقى نعمل الكشري. أنا حطيت نُص كوباية من الشعرية، طبعًا خدت شوية زيت من بتاع تحمير البصل وحطيتهم، وبعدين نزلت بنُص كوباية شعرية، وهافضل أقلب لحد ما يوصلوا للون ده، وبعدين هانزل بكوباية ونُص من الرز المصري مغسول وطبعًا متصفّي كويس جدًا، وهافضل أقلّب فيه. المرحلة دي كل إضافة أنا باحطها باشوّحها كويس جدًا وبتاخد حقها في التشويح عشان يطلع الكشري مفلفل. بعد كده نزلت بالعدس بجبة اللي أنا ناقعاه، بعد ما اتنقع صفّيته من المَيّة وغسلته كويس جدًا وشوّحته. نزلت هنا بكوباية من المكرونة أي شكل تحبوه، أنا هنا حطيت الشكل ده، أي شكل تفضّلوه عندكم ما فيش مشكلة. يبقى أنا حطيت نُص شعرية، نُص عدس بجبة، كوباية ونُص رُز، وكوباية مكرونة، وهافضل أشوّح فيهم كويس جدًا، جدًا، جدًا. بعد كده هانزل بالمَيّة، باحط المَيّة على عدد الكوبايات المكونات اللي أنا حطيتها. يعني لو حطيت الإجمالي 4 كوبايات من كل نوع، فباحط 4 كوبايات مَيّة. وحطيت طبعًا الملح وهاسويهم سوا الرز العادي خالص، في النُص كده طبعًا لمّا المَيّة تتشرب هاوطّي وأدّيهم تقليبة حلوة كده، وتعالوا بينا بقى نعمل أحلى صلصة بتاعة الكشري. تعالوا بينا نعمل الصلصة. هاحط معلقة كبيرة توم، طبعًا في شوية برضه من زيت البصل، ومعلقة معجون صلصة طماطم، وهافضل أقلّبهم كده شوية. الخطوة دي مهمة جدًا، باحسّها بتقلل من لزوعة معجون الطماطم. وبعدين هانزل بعصير 4 وحدات طماطم كبيرة، معصورة كويس جدًا ومتصفية من أي تِفل، وهافضل أقلّب فيهم. وهابدأ بقى إن أنا أحط التوابل بتاعتي، مكعب مرق، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، وهاسيبهم يتسبكوا كويس جدًا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وكده الصلصة جاهزة معانا. تعالوا بقى نعمل الشطة بتاعة الكشري المصري. طبعًا برضه شوية من زيت البصل، وهاحط معلقتين كبار شطة ناعمة، معلقتين كبار. هافضل بقى أقلّب فيهم كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده بالضبط لحد ما آآ
يعني الشطة مع زيت البصل يفضل يعمل bubbles كده أو فقاعات يعني، وبعدين هانزل بنُص كوباية من الصلصة اللي أنا لسه عاملاهم معاكم، يغلوا كده مع بعض، أنزل بمعلقة كبيرة من الخل، كده برضه الشطة جاهزة معانا، والشطة دي بتبقى قوية جدًا، لو حد ما لوش في الشطة أوي يعني بلاش. تعالوا بقى نعمل الدقة بتاعة الخل والتوم، طبعًا برضه شوية من زيت البصل، وحطيت معلقة توم، أول ما تبدأ تاخد لون خفيف جدًا زي ما أنتم شايفين كده، أول ما نحس إن لونها اتغيّر، ننزل بنُص معلقة كبيرة من الكمون، ونُص معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وندّيهم تقليبة كده حلوة مع بعض. تقلّبوه كويس جدًا، هانزل بكوباية من المَيّة، وطبعًا برضه هاقلّبهم كده شوية، وبعد ما أقلّبهم هانزل بنُص كوباية من الخل، وهافضل بقى كده أقلّب فيهم ولحد بس ما يغلوا، وكده تبقى معانا دقة الخل والتوم جاهزة. تعالوا بقى بينا نشوف أحلى طبق كشري، طبعًا الشكل بيتكلم عن نفسه. فظيع، ما خدش 10 دقايق بالضبط وكان أحلى طبق كشري أنا كلته في حياتي، ما فيش فرق خالص عن اللي بيتعمل في مليون حلة، غير إن إحنا بنتعب بجد، لكن هو طعمه فظيع، نفس الطعم بالضبط، ما فيش أي فرق، لو في أي فرق هاقول لِك. طبعًا أنا حاولت أقرّب على قد ما أقدر عشان تشوفوا قد إيه هو مش معجن، فظيع، نفس نتيجة اللي في حِلَل كتير، بس الفرق الوحيد إنه إحنا مش بنتعب ومش بنغسل مليون حلة، بس كده. وصفة سهلة سريعة جدًا، يعني اقتصادية إلى حدٍ ما جرّبوها وقولوا لي كشري الحلة الواحدة فعلًا يستاهل إنه يتجرّب، هيوفّر عليكِ خطوات كتيرة جدًا، جرّبيه بقى وقولي لي رأيِك، وأهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك، ولو أول مرّة تشوفي قناتي اعملي لي سبسكرايب وفعّلي زر الجرس، هتوحشوني للفيديو الجاي، مع السلامة.